السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. آه، طب طبعا دي من باقي الفيديوهات اللي انا كنت عاملاها. بصوا، هو ده يتسمى كحك رقيش. اللي هو ما شاء الله طريقته جميلة جدا، بس يعتبر زيه زي الكحك يعني. هنا معايا مج من اللبن، ونزلت فيه بمعلقة ونص من الخميرة الصغيرة، ومعايا كيلو من الدقيق، ونزلت عليه بمعلقة برضو من بيكنج باودر. هقلبها كويس كده معاه. ومعايا هنا سمنة سخنة، يبقى كيلو من الدقيق، وهنزل عليه بمعلقة كبيرة من السمسم، ومعايا نص كيلو من السمنة، وهبسهم كويس مع بعض. ومعايا هنا في الكنكة الصغيرة دي مج من اللبن دافي، وعليه معلقة من الخميرة. وهعمل زي ما انتم شايفين كده، هقلبها كويس بالمعلقة. وبعد كده هطلع المعلقة خالص، وهستعمل بقى ايديا هفركهم كده كويس يعني، او مثلا هبدأ اللي هو ابس الدقيق كده بالسمنة. واللي معايا في الصينية دي ده ملبن، وهبدأ هنا يعني ايه، كل لما الاقيها بتشرب السمنة بحط تاني. المهم انا شايفين لغاية ما هوصل لقوامها، بصوا ناعم جدا، شايفين قوامها ناعم ازاي. هبدأ انزل بقى عليها باللبن اللي فيه الخميرة ده واحدة واحدة. وبالمناسبة انا حطيت سكر في اللبن، يعني حطيت حوالي نص المج من الصغير اللي راقد ده، يعني بما يعادل مثلا 4 معالق من المعلقة اللي راقدة دي. هنا كده هفضل يعني انا بحط كده بالتدريج لغاية ما العجينة تتشرب معايا، والقى قوامها خلاص مش محتاج. ما ينفعش اكب الحاجة كده على طول، لانها بترجع على حسب نوع الدقيق. ويا ريت لما تيجي تعملوا حاجة تعملوها في حاجة كبيرة شوية، ما تبقاش يعني ما شاء الله يعني عليا. اعمل ايه بقى؟ جايبة حاجة صغيرة جدا وبعجن فيها كيلو دي، رخر اتبهدل مني في المكان كده زي ما انتم شايفين. هنا الملبن بقى مش هعمله قطع ولا صوابع. بصوا بقى ما شاء الله، يعني انا فردت في الصينية ولزق. المهم حاولت برضو ما سبتوش، قفلت فصلت الكاميرا طبعا، وقعدت احط فيها واحدة واحدة لغاية ما ايه عرفت اظبطها. بس بعد كده مش هعمل الطريقة دي تاني. هنا اوريكم دلوقتي انا قطعته ازاي. هنا زي ما انتم شايفين كده مثلثات، مكعبات، كل يعني ايا كان اللي انت عايزاه هتعمليه. وعملته بنفس الطريقه. افرد العجينه واخلي سمكه حوالي اقل من نص السنتي، وافرد عليها نفس القطعه تاني. يعني انا عايزه اقول لكم دلوقتي سمك القطعه الواحده هو ارتفاعها نص سنتي. يعني طبعا هسويه على الفرن، مش هسيبه يخمر. اخر ما خلصت يعني اتبطط فيه دخلته الفرن. طيب حطيت السمسم على ده ازاي؟ كنت ببله ميه، ببل الوش ميه بالفرشه وبحطه في السمسم. كنت بفرد قطعة من العجين، وبعد كده بفرد قطعة من الملبن بعرض القطعة اللي انتوا شايفينها دي، وبروح فردها في النص، وبروح جايبة القطعة التانية فوقيها، وهكذا لغاية ما خلصت كله بنفس الطريقة. ما شاء الله الكيلو قطع معايا كمية كبيرة يعني حلوة. بألف هنا وكل سنة وانتوا طيبين. طبعا ده يعتبر زي الكحك بس ناشف حبة صغيرين، اللي هو فيه سنة قرمشة كده شوية، وفيه الملبن وعليه السمسم. انا عايزه اقول لكم طعمه جميل جدا. لو انتي حابه تدهنيه صفار بيض اللي يريحك، مش حابه فهو كده كويس يعني. يعني هو كده حلو علشان ما يبقاش فيه اي علاقه من الزفاره يعني. بفضل ان الصفار البيض ده تحطيه على المعجنات اللي هي خفيفه تتاكل على طول، لكن اللي زي الكحك ده ما ينفعش. يا رب الفيديو كان عجبكم، ما تنسانيش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. مع السلامه.